السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، استشارية أسرية ومدربة تحفيزية. هنتكلم النهاردة على حاجة باختصار شديد، ألا وهو التقدير. التقدير يا جماعة في الحياة الزوجية هو الهوى اللي احنا بنتنفسه. يعني أنا بالنسبة لي التقدير زي الاحترام، هو عنصر من العناصر المهمة في نجاح الحياة الزوجية. التقدير هو اللي بيخلي الواحد يعمل الحاجة بنفس. التقدير هو اللي انك تخلي شريك حياتك يطلع أقصى حاجة عنده علشان هو شايف تقدير منك. التقدير بين الأزواج يا جماعة بيخلي الحياة ليها طعم. فكرة إن الزوجة تفضل واقفة في المطبخ يوم كامل من التعب والمجهود والغسيل والطبيخ والتنظيف ومذاكرة الأولاد، ويجي زوجها في آخر الليل يقول لها أنت عملتي حاجة وأنت قاعدة تحت المروحة؟ ما الناس كلها بتعمل كده. التقدير هو اللي بيخلي الزوجة برضه، الزوجة يكون داخل تعبان من الشغل طالع عينه في الشغل وتقول له ما الناس كلها بتشتغل، انت مش عملت حاجة جديدة. التقدير يا جماعة، التقدير بين الأزواج، ولو بلمسة، ولو ببوس على الإيد، ولو ببوس على الراس، ولو بطبطبة، ولو بكلمة حلوة، هو اللي بيخلي الحياة لها طعم. هو اللي بيفتح نفس شريك حياتك إنه يطلع أقصى حاجة عنده لأنه شايفك بتقدره. هو اللي بيخلي فعلا الحياة ليها لمسة خاصة. يا ريت يا جماعة بلاش نتفه من مجهود بعض. يا ريت يا جماعة نحترم بعض ونقدر بعض. يا ريت الأزواج والزوجات تقدروا بعض. بلاش يا جماعة نقلد غيرنا في الغلطات. بلاش نسمع تدخلات غيرنا. يا جماعة الله يكرمكم، عيشوا الحياة صح وقدروا بعض صح علشان توصلوا للسعادة اللي انتوا عايزينها. قدروا وطبقوا ديننا صح، كتقدير وكاحترام بيننا وبين بعض. التقدير يا جماعة في العلاقة الزوجية من أهم الحاجات في نجاح العلاقة. يا ريت الأزواج تقدر زوجاتها، ويا ريت الزوجات تقدر أزواجهم، وبلاش نتفه من مجهود بعض، وبلاش تلقيح الكلام على بعض. انت ما عملتش وانت ما عملتيش. انتوا كل واحد ليه دور معين بيقوم بيه. محدش يقدر يعني يدخل في دور التاني او يقوم بدور التاني، ولا الراجل يقدر يقوم بدور الست، ولا الست تقدر تقوم بدور الراجل. يا ريت نحترم ادوار بعض ونقدر بعض. صباح الخير عليكم جميعا. السلام عليكم.